ان شاء الله النهارده هعمل لكم الليفت بطريقه سهله وبسيطه، والله ما في اسهل منها وبيطلع زي الفل. انا بعمله على طول بالطريقه دي. بحب اكله جنب السبانخ، بحب اكله جنب القرنبيط، جنب ايه تاني، بيتاكل جنب حاجات كتير قوي. يعني انا بقى بالذات بحبه جنب السبانخ والقرنبيط، بحبه كده قوي. وهو اليومين دول منتشر قوي، يعني موجود في السوق ورخيص. 3 ب10 جبتهم. وانا كان عندي البنجرايه دي، ابقى اشتري بنجر بقى تاني واشيلها في الفريزر لان اهو احتجت لها. وشوفوا بسم الله ما شاء الله، الميه حمرا زي الفل، ولسه كمان لما يستوي هيبقى هو احمر وزي الفل. بس قبل ما اقول لكم على الطريقه، حطوا لي لايك وشير وفعلوا الجرس، واللي بيكلمني من البلاد يقول لي من انهي بلد عشان انا ببقى مبسوطه وانتوا بتكلموني. ويلا بينا على الطريقه. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين. ما يحلى الكلام إلا بذكر الله والرسول عليه الصلاة والسلام. حبايبي ومتابعين مجد، ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير يا رب. اللايك وشير وفعلوا الجرس عشان يوصل لكم كل جديد، واللي بيكلمني من البلاد يقول لي منين عشان انا ببقى مبسوطة ما حد يكلمني من اي بلد. النهارده اوريكم انا بملح بتاع اللفت ده ازاي، اخلله ازاي. انا دلوقتي غسلته، بصراحه انا غسلته اهو، نضفته من كل حاجه، وهوريكم انا بعمله ازاي. انا عندي القطعه اللي هي مشرشره دي، بس للاسف لما باجي امسكها بتتعبني بصراحه يعني. بص لما تيجوا تجيبوا البتاع ده، اسمه ايه، الليفت، ما تبقوش تجيبوا الواحده الكبيره قوي. انا ما نقيتش دوت اصلي، يعني جيبوا الواحده قد دي كده اهو، حلوه دي، او الاصغر كمان بتبقى مش شيخه. الكبيره قوي اللي زي دي ممكن تبقى شيخه، انا ما اعرفش لسه، انا معاكم وهنشوف. يعني دي بص عامله ازاي من هنا، عامله زي السفنجه. انا ما نقيتهوش اصلي، اللي نقاه الراجل بتاع الكرنب، هو اللي عمله. البتاع اللي هي انا ما برضاش اقطعه رفيع عشان ايه، عبال ما يتعمل ما يكونش ترى، هو حلو كده. اسمها ايه، انا عندي القطاعه اللي هي المشرشره، بس ايه صعب قوي بمسكها، بتوجع لي ايدي. اعمليها بيها، اعمليها انت بيها. انا هعمله عادي بالبتاع ده، بالسكينه، عشان بصراحه بصوا اهو كده، علشان ما يتهريش لما ايه تعملوا. انا قبل كده عملته معاكم، هيعوز ايه ميه، واللهم صل على النبي، ميه وملح، ومش هحط عليه خل، الخل بيهري الحاجه. انا مش هحط عليه خل، انا هحط الميه والبنجر وبس. معلش انا قاعده بقى في الاوضه بعمله عشان ايه، مش قادره بصراحه. النهارده رحت اجيب الدواء بتاعي من التأمين بتاع ألف مسكن. اما اقول لكم بقى اللي بيحصل دلوقتي عشان تبقوا عارفين، يبقى عندكم فكره. لما تروحي تجيبي العلاج ما بتروحيش تجيبي العلاج زي الاول، تروحي يعني تخشي بيحولوكي على الممارس وتطلعي، لا ده انت تسجلي في يوم على النت، ويوم تروحي تجيبي العلاج، ويوم لو انت رحتي اخر النهار يبقى علاجك هيجيبيه كمان يوم، تاني يوم. لو ما رحتيش اخر النهار وعمل لك البتاع ده،
التسجيل سجلتي الصبح، ده ممكن ايه تجيبيه الصبح. تعب بجد يعني. هم انا مش عارفه عايزين ايه بالظبط، ايه اللي هم عايزينه احنا مش عارفين بجد. يعني اما واحده كبيره زي كده تقعد، يعني انا رحت من كام يوم من اول امبارح، انا على اساس بقى ايه اخش على الشباك على طول ويقيدني يحط لي الطابع واروح طالعه اطلع الدكتور بقى هو يكتب لي العلاج. يعني اما لو كان في كشف كانوا عملوا فيه ايه، عملوا فينا ايه، مش عارفه يعني. مش عارفه اللي بيحصل ده ايه ده. بس المهم قال لي لا لازم تسجلي على النت. النت ايه يا ابني، انا ما اعرفش النت. لا لازم تسجلي على النت. اللي ما سجلش على ايه، في مكتبه جنب التامين بتاع ألف مسكن هم متعاقدين معاهم، عشان الراجل بياخد 5 جنيه على التسجيل. هو المفروض التسجيل ده انت ممكن تعمليه لو انت بتعرفي، لو معاكي الابلكيشن بتاع التامين ألف مسكن هتعرفي تعمليه. مش مع يعني يعني حتى كتبهولي النهارده الابلكيشن، انا مش عارفه كاتب ايه بالظبط، حروف كده غريبه وعجيبه لما قلت له. المهم لما رحت سجلت. طبعا كنت تعبانه لان رايحه الساعه 6:30 زي المره اللي فاتت لما رحنا 6:30. طبعا سجلت ورحت مروحه. التسجيل جالي على ايه النهارده الساعه 4. طيب ماشي، انا اروح بدري شويه بحيث ان ايه يعني ما اقفش. انا قلت بقى هروح على طول هخش اسجل وكده، ابص الاقي واقفه بيقولوا ده احنا من الساعه 2 احنا هنا. طب لما من الساعه 2 يا جماعه ليه ما بتقولوش كده؟ والراجل اللي هو سجل يقول لي الساعه 4. كان واحد برده راح بدري شويه، يعني انا رايحه فعلا يعني 3:30، بس كنت رحت بقى لو الساعه 2 كان الواحد يروح بدري شويه. طبعا مفيش اهتمام بالناس الكبار اللي طلعوا معاش او سنهم كبير في ان هم يعاملوهم معامله ادميين. المهم قلت ايه بقى، بعد ما قعدت طبعا الدكتور كتب لي العلاج. طبعا الاجزخانه قافله، عشان اصرف بقى يبقى بكره ان شاء الله نروح نصرف. عشان تصرفي بقى كل اللي ما صرفش النهارده هيروح بكره يصرف، غير اللي هم بتوع بكره اللي هيكونوا في العياده. يعني هتبقى زحمه وبزراميطه، يعني مفيش ايه تنسيق ومفيش اي حاجه يعني معموله كويس. في التأمين بصراحة زفت. التأمين زفت. أنا مش عارفة يعني احنا كنا بندفع فلوس ليه عشان نتعب كده ونتبهدل. المهم طبعا قعدت للساعة 6 أو 6:30 كمان هناك لحد ما خدت وسايبة ناس والله هناك، يعني سايبة بتاع 20 نفر يا عيني لسه ما خدوش الدكتور ما كتب لهمش البتاع ده اسمه ايه العلاج. طب انا اعمل ايه؟ انا لو وديت عيل من عيالي بالموقف ده هيبهدلني. اعمل ايه بصراحه؟ يعني انا لو قلت العيل انا مش هيتاخر، ولادي مش هيتاخروا، بس هيتضايقوا. ليه؟ لان يعني بصراحه تعب قوي قوي قوي. ما اعرفش بيتعبوا فينا ليه. يعني انا لما رحت معهد الاورام من كام يوم عشان العلاج اللي بجيبه، سجلت وانا واقفه ميعاد الجاي الشهر الجاي. طب انت ليه ما تقول؟ نزلت بقى عشان اسجل. واحده ست الله يكرمها قالت لي هسجل لك ده في 1000 مسكن. راح طبعا التاني كان جه اللي هو محمد ده منه لله. طبعا ايه راح قال لي لا بعديها ب10 ايام بتعالي سجلي. طب ما انا هاجي تاني يعني لما اجي اسجل هاجي تاني. يبقى انا وبعدين الناس كلها بتتكلم مصاريف. يعني انا جنب التامين، يعني انا مثلا قريبه منه مش بعيد قوي، بس بركب توك توك 20 جنيه رايح و20 جنيه جاي. طب ليه تغربني كده؟ غير لو عملت عندهم البتاع ده المكتبه اللي بره بندفع 5 جنيه.
طب انتوا عايزين ايه بالظبط مننا، من ناس كبار زي دول؟ انتوا عايزين فلوس وخلاص، عايزين تلموا فلوس وخلاص. حرام عليكم والله العظيم، حرام عليكم، احنا تعبنا. يعني الواحد بيقول ايه لما يكبر هيرتاح؟ لا، حتى الدواء كمان بتاع ربنا اللي احنا بناخده عشان نتعالج بيه عامل لنا فيه. هنقطعه بقى كله كده صوابع، وبعد كده نحطه في البطرمان، نحط الميه والملح، لا تحدقيه ولا تدلعيه. ان دلعتيه هيتهري، وان حدقتيه يبقى حادق وهيبقى مش حلو. فاحسن حاجه تعايري تشوفي الملح بتاعك يكون مظبوط. والبنجر، انا عندي بنجريه كانت هنا في الفريزر، هطلعها لسه والله ما طلعتها. انا والله ما قادره اعمله، انا جايه من تأمين تعبانه جدا، ولسه بعد بكره هروح مدينه نصر عشان اعمل اجراءات وفحوصات تاني اللي انا بعيدها كل 6 شهور علشان اخد الجلس بتاعي الكالسيوم. والله العظيم بس هقول ايه، الحمد لله، مش هقول غير الحمد لله، لان انا فعلا تعبت قوي قوي قوي. انا جايه من المشوار ربنا يعلم بيا، مش عارفه اعمل ايه يعني بصراحه. يعني بعدين انا عن نفسي يعني يصعب عليا عيلي يروح يقف في التامين كده. بتاع مدينه نصر كويس وناس محترمه كده وهنا برضو ناس محترمين، بس ايه، سوء المعامله. يعني الوليه قالت لي انا هسجل لك. اول ما جه طبعا هو زي ما تقول ايه يعني اقدم منها شويه، فراحت قالت لي معلش عشان ايه، قلت لها خلاص ما يجريش حاجه. رحت ماشيه وما سكتش ليه كده. انا بصراحه في مدينه نصر كنت رايحه اعمل كشف علشان يعني باخد بوابه اروح اللي هو معهد الاورام في الخليج، بجيب منه علاج الاورام، بجيب بيه علاج الالم والاورام من مدينه نصر. يعني لقيتهم قالوا لي ده احنا فتحنا قسم هنا اسمه قسم الالام، واحنا نديكي العلاج. طبعا انا ما اعرفش، انهارت بقى، قعدت اعيط لان انا ايه، بعيد عنكم الترامادول ده لو محدش خده في ميعاده بيتعب، يعني بتخليكي زي ما تكون مجنونه بالظبط. يعني ممكن تكسري اي حاجه، تعمل اي حاجه. والله العظيم انا ما كنتش بصدق التوسيمه لما البنات ولا حد يكون مبرشم، بس انا باخده عشان المرض. طبعا قعدت اعيط بصراحه، الناس ما سابونيش. والبنت اللي هي عند الدكتور منير دي كتر خيرها منام، ربنا يكرمها يا رب بجد. قالت لي بتعيطي ليه؟ قلت لها دايخه ومش عارفه اعمل ايه، اروح هنا يقولوا لي هنا. راحت قالت لي هعمل لك كل حاجه. وانا قاعده والظابط جه راح واخد مني 20 جنيه وفتحوا لي الدفتر، وانا قاعده كده والله العظيم انا ما شفت زي بتوع مدينه نصر. ناس محترمين وقدروا ان انا واحده تعبانه، هم عارفين الحاله بس قدروا، مش زي بتوع الف مسكن دول اللي عاملين زي الجزارين. الله يسهل لهم بقى. بكره ان شاء الله هبعت اي حد من الولاد يجي يجيبهولي وايه، هتبقى الشباك مليان. نعمل ايه بقى، نستنى دورنا وخلاص. بس انا مش قادره اروح لان انا يوم الخميس زي ما قلت لكم رايحه مستشفى مدينه نصر.
بصوا شايف ازاي اهو. بصوا لما تيجوا تجيبوا ما تجيبوش الخفيفه، جيبوا التقيله. التقيله يبقى فيها لحمه ومش شايخه، لكن الشايخه دي بتبقى خفيفه. طعمه زي الكرنب، زي عروق كرنب بس مسكر. هيخلص اللي في ايدي دي بقى واجيلكم. بص البطرمان اهو، انا حطيت فيه ميه وحطيت حوالي 10 معالق، نص اهو، نص ميه، 10 معالق ملح. انا مش هحط الا الملح والبنجر بس. ودي بنجر كان عندي في الفريزر. بسم الله الرحمن الرحيم. هنحط بقى ايه، يبقى حطينا 10 معالق ملح عشان يبقى حادق قوي ولا ايه ولا ولا يكون دلع. لان انا زي ما قلت لكم طلعت ايه دلوقتي، زي ما قلت لكم ان هو والله انا بنسى بقول ايه. انا مش هحط غير الملح والبنجر بس. مش هحط خل. لو حطيت خل بصوا مجرد لسه حاطه بس البتاعه دي اسمها ايه، البنجرايه. اول مره اقعد في الاوضه واعمل اكل، بس غصب عني والله مش قادره الصراحه، جايه من مشوار تعبانه، اعذروني معلش. انا مش هعمل بطرمان تاني. انا هعمل ايه، هعمل البطرمان ده وهخلي دول كل ما البطرمان يخف اروح ايه، اروح حاطه ايه تاني، كل ما يخف اروح حاطه تاني. ممكن يجي هما دول 3 كيلو، 3 كيلو ب10 جنيه. او اشوف بطرمان تاني صغنون واحطهم فيها وخلاص. يا ملك
الاضاءة هنا احسن من اضاءة المطبخ. المطبخ عايزة له اضاءة جامدة، بس هبقى اعملها المروق بس. نشوف يمكن ياخدهم. كفايه كده. هجيب الغطا بقى واغطيه، ونعمل دول في واحد صغنون كده. عملت لكم اللفت اهو، طريقه سهله وبسيطه. بتجيب الميه وتحطي فيها الملح، نص البطرمان دوت تحطي فيه، او تلته بالظبط. حطي 10 معالق ملح، وتقطعي البتاع. بصوا البنجرايه عامله ازاي اللفت. مفيش اسبوع وتاكلي منه يبقى زي الفل. المهم تقفليه حلو من فوق كده عشان يبقى ايه، مش ما يدخلش هوا يعني. البتاع باين في المرايه. ايه رايكم بقى؟ سهل جدا والله، ما خد في ايدي حاجه. لو كنت قطعته بقى بتاعت التقطيع اللي عندي دي، كان خد وقت بقى، وتك تك تك تك، ويروح وجالي صوابع من هنا بقى. مش مشكله، هو يعني عشان المنظر بس يعني ايه، هو حلو كده. ودي طريقه تخليل اللفت. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.